ضفاف دجلة الخير ومن شارع المتنبي. نلتقي اليوم بالمخرج يوسف العربي ليحدثنا عن أعماله الفنية وما قدمه للوسط الفني من نتاجات. فنرحب به ونسأل السؤال الأول: من الذي وجهك لهذا الطريق، أو بمعنى من الذي اكتشف فيك بذرة الفن؟ طبعا شاكر لك، شاكر لها المبادرة الحلوة. إنسانة أديبة وإعلامية مبدعة وصحفية نجمة الآن بالشاشة العراقية ونجمة على مستوى الشباب. شكرا لها المبادرة الجميلة من شارع المتنبي، شارع جميل، شارع اللي مليء بالذكريات ومليء بالفن والأدب والثقافة. بداياتي بدايات بسيطة، بداية أي فنان بسيط. من انطلقت النشاط المدرسي من طفولتي، كنت ممثل مسرحي. من الممارسة بدأت إنه أول عمل انطلقت فيه أوف لاين اللي هو انعرض على المتنبي، ومن ثم ليلة زفاف الشهيد. من ثم كانت انطلاقتي الأولى الوسط من مسرحية فوق شواطئ سبايكر، ومن ثم باشرت وبلشت بالأعمال الإنتاجات اللي قدمتها على المسرح. ومن ثم قدمت للسينما أفلام قصيرة لم يتم عرضها الآن بسبب لم تحرز انضمام للمهرجانات العالمية والمهرجانات العراقية للأفلام القصيرة. اختاريت الإخراج المسرحي، هل تأثرت بشخصية معينة، مخرج معين تأثرت به؟ طبعا التأثير هو مو تأثير، وإنما نقول التأثير يكون تقليد. أنا ما أحب يكون إنه أتأثر في الشخصية تكون أنا أقلدها، لكن اللي حبيت مسيرته الفنية أكيد جبل المسرح العراقي وسامي عبد الحميد، ومن ثم الجبل الآخر يوسف العاني. سامي عبد الحميد قدم المسرح الحقيقي، المسرح التربوي، المسرح التراجيدي، المسرح النخبوي. اختارت الإخراج لأن احنا نعرف أي لاعب كرة قدم هسه يكون لاعب كرة قدم يوصل إلى مرحلة من الاحترافية بكرة القدم يكون مدرب. لكن أنا ما راح أقول احترافي وصلت كممثل، لكن أقول إنه أنا وصلت إلى الدرجة شفت الرؤية عندي اكتملت بالإخراج. فأنا مو فقط إنه أنا مخرج، أنا كاتب أيضا. المسرحيات اللي جميع أعمالي هي من تأليفي أنا. أراك يعني شاب في مقتبل العمر، إن شاء الله العمر كله قدامك. شلون طبيعة تعامل الممثلين وياك؟ يعني طاعتهم إلك شلون تكون طاعتهم؟ يعني مطيعين تشوفهم ويلتزمون مثلا أنت تقول له أريدك الساعة 9 يجي الساعة 9، لو يجي الساعة 9:30. وشلون إذا تأخر عليك الممثل شلون تكون طبيعة تعاملك وياه؟ بالنسبة للطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى. هي مو طاعة، هي حب وواجب. احنا اليوم نقول في دوام رسمي من واجب الموظفين انه يلتزمون مع المدير، لكن هم حبهم لعملهم وحبهم للمسرح وحبهم لإنتاجهم يخليهم ملتزمين. وتعاملنا تعامل فني أكيد بثقافة وبرقي عالي. ما واجه صعوبات، ما واجه عدم التزام. كل الشباب اللي يعملوا معي كان التزامهم بحفظ الناس أو التزام في الوقت. تعامل رائع وأنا أشيد به هواي. من احتضنك حتى يكون لك اسم وقال لك روح يوسف أنت تقدر تنطلق في الإخراج؟ احنا الشباب ما لقينا احتضان من الكبار للأسف الشديد. كل الشباب مو فقط بس أنا، هواي أسماء هسه شباب مخرجين أفضل مني ما لاقوا احتضان من الكبار، وللأسف الشديد. وعتبي على الفنانين الكبار إنه ما احتضنوا، مو الكل، لكن احنا نقول 80% نسبة انه ما احتضن الشباب. انا بالنسبة لي على نفسي انا اتكلم، انا قاومت نفسي بنفسي. يعني ما لقيت من المخرجين الكبار او الفنانين الكبار اللي سبقوني بالتجربة وسبقوني بالخبرة، ما لقيت انه احتضان. لكن اكو تشجيع بنسبة قليلة، وماكو فنان يساعد فنان، لكن اكو فنان يدعم فنان معنويا. من
تخرج المسرحيات على الممثلين الشباب تعتمد على جماعتك مثلا كانوا وياك بالجامعة، أو أنه تعتمد على الممثلين الكبار؟ يعني هل إذا طلبت في يوم من الأيام ممثل من الوسط من الكبار، هل يعني يجون إليك يقولون أوكي نصير تحت سيطرته تحت أمرته بالإخراج، لو الممثلين كبار يمتنعون؟ أو أنت مثلا ما بعد تشوف نفسك لحد الآن بعدك ما عندك ديش القدرة أنه يكون تحت أمرتك ممثل كبير؟ أكيد الممثل مهما تكون نجوميته ومهما تكون خبرته في مجال الفن، هو أداة بيد المخرج. الممثل يعني هذا عمله، حساب عمله. وكثير من النجوم تعاملت وياهم، كان لي تعامل خاص وياهم في الفيديو كليب أو عمل مسرحي، لكن أني اعتمادي بالأول أنه أبحث عن الشخصية اللي موجودة بالنص، راح تكون أقرب للجمهور. كثير من الأعمال اعتمدت على الشباب اللي هم أبطال، واللي هسه هم الآن نجوم المستقبل إن شاء الله. أما النجوم الكبار إن شاء الله اللي يتعامل وياهم إن شاء الله يكون تعاون ودي وتعامل طيب ومليء بالمحبة والثقافة والفن إن شاء الله يا رب. أجور الممثلين اللي تتعامل وياهم، هل تكون مثلا بما أنه أشوف حضرتك يعني بعدك في إن شاء الله الأمر قدامك، فالأجور مع الممثلين أنه أنت تنطياهم أو أكو منتج ملتزمكم أو يكون تطوعي من عندهم؟ أحب أعرف هذا الشيء. أكيد أي عمل مسرحي أو أي عمل فني ما يكون جاهز وناضج إذا ما تكون له إنتاج مادي. إنتاج مادي يكون، ما راح أقول للجهة السياسية، لكن الجهة السياسية اللي تدعم على مصلحتها الشخصية. تعاملت ويا هواي جهات سياسية. أما المسرح الكوميدي يكون به منتج عمل. المسرح التجاري مثل ما تعرفين حضرتك، هذا أجر الممثل ياخذه كامل، وأجوراني كاملة، وأجور الكادر كافة تكون كاملة إذا كان وجد منتج أو وجد جهة سياسية، لأن إحنا ما نقدر نشتغل إذا مو إنتاج. تعرفين المسرحيات هذه الأيام، أو خلينا نقول من 2003 من التغيير لحد الآن، شلون تشوفها؟ فيعني أنا اللي أسمعه واللي أشوفه، يعني مرة حضرت مسرحية يعني قلت مع الأسف المسرح وصل هاي المرحلة، يعني أكثر شيء أشوف رقص، وأشوف يعني ما أعرف، ما حسيت أكو مسرح حقيقي. فأحب أعرف وجهة نظرك كونك مخرج. طبعا حبيت هذا السؤال. بداية المسرح الآن مثل ما قال سامي عبد الحميد، المسرح هو مسرح أعرج الآن للأسف. أتمنى أشوفه يمشي على رجليه إن شاء الله. رأيي بالمسرحيات، المسرحيات التجارية اللي تنعرض الآن ما راح أقول عليها مسرحية بأسة، لكن المسرح هو دراما مختلفة. أنت كيف أنت تكون مثل ما حضرتك تفضلتي بالرقص أو ما شابه لها الأشياء. المسرح هو الشيء أنا المفروض أنه أرتقي بالمشاهد وليس أنزل إلى مستوى المشاهد. طبعا المشاهد اللي حضره إحنا شعب حضارة وشعب تاريخ وشعب ثقافة، مستحيل أنه تكون عقليته أو خلفيته الثقافية هي ضعيفة. لكن المسرح الآن 2003، أنا ما أتكلم لك عن فترة 2003 ل 2007، لكن أتكلم لك بالوقت الحالي مسرح تعبان فعلا. يعني أنا ما جاي أشاهد دراما، لكن يوجد مخرجين ومؤلفين وممثلين بامتياز على المسرح الوطني وعلى منتدى المسرح، ويا رب هاي الكوكب الشباب من المبدعين راح يغير هذا الخدش اللي خدش المسرح والحياة. منو ترغب وتتمنى من نجوم العراق أن يكون معك في المسرح؟ منو تتمنى؟ منو ببالك ممثل تقول والله أني باكر عقبه بعد سنة سنتين أتمنى هذا الممثل أسويها مسرحية؟ أنا ما أتمنى، هم أغلبيتهم أصدقائي وأغلبيتهم تعاملي وياهم طيب، لكن هواي من الممثلين هم يستحقون، أو أنا أستحق أنه أكون في خانتهم. يعني مثل الجبل سامي القفطان، أو الأب الروحي سامي القفطان، ممثل إلى خبرته وإلى منجزه الفني وفنان عظيم فعلا.
وإن شاء الله عن قريب أكو تعامل مع فنانة. أنا ما راح أفصح عن هذا الموضوع، لكن أترك المتابعة للمشاهدين. أعمل إن شاء الله مع 2 نجوم دراماتورج وأداء نجمة الشاشة العراقية. راح أخلي هذا الموضوع ما أفصح عنه، لكن عملي الجديد هو مسرحية أمي الآن تحت الكتاب. هل ترى من وزارة الثقافة اهتمام بالمخرجين الشباب؟ وهل من المخرجين الشباب اللي ساعدك؟ منو ساعدك؟ إذا تحب تذكر اسم أحد مخرج مثلا تقول هذا المخرج ساعدني، حط رجلي على الطريق الصحيح. بالنسبة للوزارة أترك هسه موضوع الوزارة، لكن أنا سؤال فيما سبق قلت لك إنه إحنا ماكو فنان يساعد فنان، لكن أكو فنان حقيقي يدعم معنويا. أما وزارة الثقافة توجهها للشباب ودعمها للشباب 0% نهائيا. ماكو أي دعم للشباب، ماكو أي تعاون، إلا ما ندر في مهرجانات يعني نادرة بتكون اكو تعاون مع الشباب. لكن أني شخصيا ما أو أسماء هواي شباب بالفعل. إحنا عندنا شباب مخرجين يعني متألقين إلى درجة، لكن ما جاي يطلعون للساحة، ما جاي يلقون دعم، ما جاي يلاقون تعاون جهات فنية ومؤسسات فنية ووزارة الثقافة، ما جاي يلقون الدعم الكافي حتى يكونون نفسهم وحتى يطلعون للساحة. لكن وزارة الثقافة هي حتما ماكو أي تعاون معي. أنا شخصيا أحكي عن نفسي ويا غيري بعد ما أعرف. بماذا تنصح الممثل المسرحي؟ تنصحه مثلا، أنت كخبرة عندك صارت خبرة كبيرة بالإخراج، فأحب أعرف بيش تنصحه للممثل؟ أكيد الممثل المسرحي يعني نصحه أنه يلتجئ إلى من وضع الخطوة في الطريق الصحيح، من مخرجين وممثلين ومؤلفين. أنصحه أن يكون هواي من الممثلين هسه عندنا في الوقت الحالي أنه عندهم البذرة الفنية وعندهم الحس الفني وعندهم الفن الحقيقي، لكن ما جاي يلقون الطريق الصحيح، ما جاي يلقون التوجه أو شلون يعني أوصف لك إياها، أو المسرح الحقيقي حتى يدخل في هذا العالم ويكون فنان حقيقي يقدم للمجتمع. لأن مدى يلقى يعني أحد يلتزمه، وللأسف هذا الشيء. الممثل المسرحي تعتقد برأيك يختلف عن ممثل السينما والتيفي؟ هو أكيد أكو اختلاف، لكن المسرح هو أساس. وما يكون ممثل تلفزيوني إلا ما يكون ممثل مسرحي. كثير عندنا من النجوم العرب والعراق هم بالأساس ممثلين مسرحيين، لكن السينما مجالها أوسع ومجالها شيء خاص بوحده. يعني اكو فرق بين التلفزيون والمسرح والسينما، اكو اختلاف، لكن هو يبقى الاساس هو المسرح. شلون نقول احنا احنا اليوم لازم اكتب عن قصيده، مثلا انه انا اكون شاعر اكتب القصيده المفتوحه، فرق عن القصيده العموديه هي الام أو القصيدة الغنائية. شكرا جزيلا للفنان المخرج يوسف العربي على هذا اللقاء، وأتمنى لك من كل قلبي أنه تتقدم وتتطور أكثر وأكثر، لأن أنا جدا يسعدني أنه الشباب يتطورون يأخذون مجالهم في الوسط الإعلامي، لأن أشوف عندهم طاقة كبيرة، أشوف عندهم في الطموح، فلذلك أتمنى لك كل الخير. وشكرا لهذه الجهود من المخرجين اللي خلف الكواليس، طبعا عباس الزيداوي وسام الغانمي، على هذه الاستضافة الجميلة، ويا ربي تكون بداية خير وانطلاقة حلوة للمخرج يوسف العربي. شكرا للست آمال، شكرا على المبادرة الجميلة. صحفية رائعة وأديبة ومهتمة لطاقات الشباب والفنانين والشعراء والأدباء. شكرا لهذا الجيش الجرار خلف الكواليس. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم، شكرا لهذا التسليط الإضاءة وهذا اللقاء الممتع والشيق. شكرا لكم مرة ثانية.